كنا زمان بنقول يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. ليه؟ لأن أعدائنا كانوا لسه بيخططوا لنا ولسه ما جاش الميعاد. كنا عايشين في أمان بين كل اللي حوالينا، فبنستنى الحاجة لحد ما تيجي لحدينا. النهاردة لازم تسعى للخبر الحقيقي عشان تجيبه وتعرفه وتشتغل عليه. مثلا هندي مثل كده، يعني مثل صغير. جزيرة تيران وسنافير النهارده في شركة مقاولات دخلت بتعمل شوية مباني هناك وحاجات زي كده. يا ترى الأمير هيعمل الصالح ولا هيعمل الطالح؟ في طريقين المفروض ان هما الموجودين يتعملوا على تيران وصنافير. الطريق الاول وهو كوبري الملك اللي هيعدي من مصر للسعودية. الطريق الثاني اسمه طريق الحرير. هل هيشتغل على طريق الحرير؟ لا سوري، مش طريق الحرير، الطريق الهندي. طريق الحرير ناحيتنا احنا، لا هو هيعمل الطريق الهندي، اللي بياخد من الهند لدبي كده الجبل علي وكل الحته دي، وهوب يتصب على تل ابيب ويشتغل معاه الناس دي. هنا الخبر بقى هيبقى ده ولا هيبقى ده؟ احنا بنسعى نعرف انت هتعمل ايه على الجزيرتين تيران وسنافير. وشركات المقاولات اللي بتعمل شوية هياكل مباني دي وبتاع وفلل وحكايات وروايات، هتعملوا بيهم ايه؟ هو ده السؤال وهو ده الخبر اللي لازم نشتغل عليه. لان لازم هتشتغل معانا هنبقى احنا طبعا طول عمرنا حبايب وعمرنا ما هنتفرق تاني. انما هتشتغل ضدنا هو ده العيب، لان احنا مسلمين وانت كده ما بتشتغلش مع المسلمين، ما بتشتغلش مع اخوك، انت رايح تشتغل مع الناس التانيين. فهو ده الخبر اللي لازم نعرفه ويأكده لنا الامير. تحياتي لكل الامراء، الناس الطيبين الحلوين، نهاركم جميل، يا رب نفهم معنى الكلام.